لو سافرت في يوم من الأيام وأنت راجل بتعشق المغامرات وبتحب جو السفاري والكلام ده، فخلي بالك من شوية حيوانات ممكن تلاقيها هناك، وتعال أعرفك عليهم عشان لو لقيت واحد منهم تبقى عامل حسابك وتكتب وصيتك. بس قبل ما نبدأ، تعالوا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ودعمونا بلايك واشتراك في القناة. بيجي في المرتبة العاشرة فرس النهر أو سيد قشطة زي ما احنا بنسميه كمصريين، ولو حد عنده فضول وبيسأل ليه احنا كمصريين بنقول عليه سيد قشطة مش فرس النهر، فالمعلومة اللي عندي إن أول فرس نهر يتحط في حديقة الحيوان في مصر كان هناك واحد من الحراس اللي في الحديقة أول ما شافه قال الله ده سيد قشطة. سيد قشطة مين يا عم؟ أيوة يا عم ده سيد قشطة. يا ابني ده اسمه فرس النهر. لا 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 هو سيد قشطة. ومن ساعتها تقريبا خدوه على قد عقله وقالوا له ماشي يا عم هنسميه سيد قشطة عشان خاطره، وفعلا بقى اسمه سيد قشطة في مصر كلها. طبيعة فرس النهر انه شبه مائي، يعني بيقضي معظم الوقت في المية والطين ويفضل يتمرمغ في الطين عشان يحافظ على جلده من التقشير وكمان يحافظ على رطوبة الجسم، ويعتبر جلد فرس النهر من اقوى انواع جلود الحيوانات وكأنه لابس درع حقيقي. كان صعب جدا زمان انك تصطاد واحد، ومتوسط عمر فرس النهر بيكون من 40 ل 50 سنة، والأعمار بيد الله طبعا. قلبك عامر بالإيمان. ومكان تواجد فرس النهر بيكون في افريقيا، وكان موجود في مصر على ضفاف النيل، بس انقرض في العصر الروماني لانهم كانوا بيصطادوا كتير منه في الوقت ده، وفي وقتنا الحالي هو برضه مهدد بالانقراض في العالم كله. طب ايه بقى اللي يخلي الحيوان الكيوت ده اللي موجود في حديقة الحيوان يكون من ضمن القائمة دي؟ اوعى يغرك انه حيوان اجتماعي وبيحب يعيش مع القبيلة بتاعته ويعملوا تجمعات عائلية. اول ما تزوروه يفتح لك بقه عشان تاكله، بس لو انت وهو لوحدكم فلازم تجري، لان حيوانات فرس النهر بتقتل حوالي 500 شخص سنويا، وبتحب تقلب السفن والمراكب جدا زي ما تكون هوايتها المفضله. فلو في مركب معديه على مجموعه من فرس النهر بنسبه كبيره هتتشقلط، ولو ربنا كرمك وما غرقتش فهيتعشوا بيك. ايه يعني؟ عادي. في المرتبة التاسعة بيجي أبو زلومة كبيرة حبيب الملايين الفيل، اللي برضه بتفتكره كيوت وأليف، وهو فعلا أليف وجميل وكل حاجة، بس وقت الجد ما عندوش هزار. ضربة واحدة بس منه ممكن توديك الشلاحات وما ترجعش تاني. ويعتبر مفيش غير نوعين بس من الفيلة، وهما الفيل الأفريقي والفيل الآسيوي، وبما إنه أضخم حيوان بري على كوكب الأرض عشان بياكل من 150 ل 170 كيلو جرام يوميا، فده اللي بيخليه أي ضربة منه هتزعله. وحوادث القتل من الفيلة للبشر كتيرة، وده بسبب وجود الفيلة في مزارع الفلاحين اللي بيحاولوا ياكلوا من محاصيلهم، فبيتم مضاربات ما بينهم واللي يكسب بقى في الآخر. وبيقدر عدد وفيات البشر من الفيلة سنويا 600 شخص تقريبا. في المرتبة الثامنة الوحش الفتاك، اللي معروف عند الكل انه فتاك، ولو على بعد كيلو شفته يا دوبك تعمل له باي باي وتجري بسرعة. في طبعا انواع كتيره من التماسيح، بس احنا بنتكلم النهارده بالاخص عن تمساح الميه المالحه. ليه بقى؟ اكيد عشان هو اخطر نوع فيهم. الله أكبر عليك. إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ طول التمساح بيوصل الى 6 متر تقريبا، وطبعا من اسمه بيحب الميه المالحه، وساعات بتلاقيه برضه في الميه العذبه عادي. والتمساح ده موجود في الهند واستراليا وجنوب شرق اسيا، وبيعيش التمساح ده اكتر من 65 سنه عادي. في تقارير بتقول ان في انواع تماسيح بتعيش اكتر من 100 سنه. من مميزات التمساح ده انه يقدر ينام بنص عين عشان لو حس بخطر ولا حاجه يكون مستعد. والتمساح ده طبعا مش محتاج اقول بقى بياكل ايه، هو بياكل اي حاجه بتيجي قدامه. وعدد الوفيات الجنس البشري اللي خلص عليهم التمساح ده سنويا بيكون من 1000 ل 1200 شخص. ممكن واحد يجي يسالني اعمل ايه لو قابلت التمساح ده واتفاداه ازاي؟ عادي هقول له ما تروحش الاماكن اللي بيكون موجود فيها. في المرتبة السابعة بتيجي ديدان الاسكارد، نوع من الطفيليات اللي بيصيب الأمعاء الدقيقة في الجهاز الهضمي، وبينتشر النوع ده من الديدان في الأماكن اللي مش نظيفة، وبالأخص طبعا في الدول النامية. في الإنسان بيتصاب منها بسبب أكل ملوث أو مية ملوثة، وبيبتدي تحصل للشخص المصاب بيها أعراض زي قيء وضيق تنفس وتنزل دم وحاجة صعبة جدا لغاية ما يجيب آخره. وللأسف اللي بيتصاب منها ممكن يعدي غيره بكل سهولة، واللي أكتر إصابة بيها هم الأطفال لو بيلعبوا بره في التراب ولا حاجة وجي حط إيده في بقه وبعد كده. كخ يا بابا كخ. الدودة دي بتقتل حوالي من 2000 ل 2500 شخص في السنة. في المرتبة السادسة العقرب المرعب، كان صغير بس يحير، بيدخل ضمن التصنيفات العنكبوتية، موجود في ديله أنواع مختلفة من السموم اللي بتقتل على طول. لو ملحقتش نفسك وعالجتها بسرعة وبطريقة صحيحة هيكون في خطر جدا على حياتك. بيحب طبعا يظهر أكتر في الربيع وفي الصيف،
وطبعا مكانه المفضل هو الصحراء، وخصوصا بالليل والناس بتعمل تخييم هناك. هو ما بيكونش عايز يأذيك، هو الفكرة انه في الاول والاخير بيدافع عن نفسه. هو بيكون عايز حاجات صغيرة يعرف ياكلها ويتغذى عليها، فعشان كده بيصطاد بالسم ده الضحايا بتاعته. بس معلش، وانت في الصحراء مثلا ورحت ماشي حافي ودوست على واحد، فخلاص كده انت اللي جبته لنفسك. وتيجي تلبس الجزمة بتاعتك تلاقي واحد جوه مستنيك، هو مش عايز يأذيك، هو بس بيقولك انا هنا، انت كده هتموتني. يا حيوان يا متخلف، انت اطرش يا حيوان. فلازم تاخد بالك وانت بتخيم هناك، لان العقرب بيقتل من 2500 ل 2700 شخص في السنة، فاظن ده سبب كافي انك تاخد بالك. في المرتبة الخامسة البق القاتل، وليه اسم تاني وهو البق المقبل، اللي بيبوس يعني، لانه خطورته لما بيبوس الفريسة بتاعته. وده يا سيدي طوله ما بيعديش 3 سم، بيكون موجود في سقف الحيطة من فوق، ولو عندك حيوان أليف فهتلاقيه قاعد جنبه، وما بيخرجش غير بالليل عشان يتغذى على دم البشر كأنه دراكولا. المهم زي ما قلنا هو بيعتمد على البوس عشان يقدر يمص دم الإنسان، بس خلال العملية دي بينقل الإنسان طفيليات اسمها المثقبات، ودي بتروح على مجرى الدم وتبدأ عملية التكاثر هناك، وبتسبب حاجة اسمها الشاغاس اللي ما ينفعش يتعالج إلا لو في مرحلته الأولى. وبيتواجد البق ده في أمريكا الجنوبية والشمالية، وبيقتل أكتر من 10,000 بني آدم في السنة. في المرتبة الرابعة هي التعابين، ومين ما يعرفش التعابين اللي بتمتلك مجموعة سموم كاملة تخلي أي حد يفرفر منها. بس مش كل التعابين سامة، بالعكس ده نسبة التعابين السامة بتمثل 15% بس، وبتعتمد على السم ده بشكل كبير عشان تعرف تصطاد فريستها، وبيساعدها في عملية الهضم، وطبعا وسيلة للدفاع عن نفسها. والتعابين ما بتكونش في البلاد الباردة، لأن التعابين مخلوقات الدم البارد، يعني ما بتعرفش تنظم درجة حرارة جسمها، فبالتالي بتحتاج مصدر خارجي للحرارة عشان تقدر تعيش. طب لو سألت حد كده هل التعبان بيولد ولا بيبيض، فالمعظم هيقول بيبيض، والحقيقة ان فعلا 70% من التعابين بتبيض، ولكن 30% بيولدوا. ورغم ان التعبان من اكتر الحيوانات الخطرة اللي معروفة انها مستحيل تكون حيوانات اليفة، الا ان بعض الثقافات بتعتبر ان التعبان بيجيب الحظ، زي اليابان مثلا اللي بيعتقدوا هناك ان التعبان بيرمز للثروة والمال، وان انت لو لقيت تعبان ابيض فانت هيجيلك الحظ طول حياتك، انما بقى لو قتلته فهتخسر كل فلوسك طول حياتك. فاول ما تلاقي التعبان ده هناك افرح بس وانت على بعد امتار، لان التعابين دي بتقتل سنويا 140 الف بني ادم. في المركز الثالث حلزون المية العذبة، سريع القيود طلع قاتل يا اخوانا، سريع بيقتل اكتر من 200 الف مواطن غلبان في السنة، بيتغذى يا سيدي على مخلفات من اي حته، وبالتالي بيخش جسمه اي طفيليات وديدان، واللي بدورها بتتطور داخل هذا الكائن، وبعد كده مش هتفضل جواه طول العمر، لا ده بيطلعهم تاني للمية، بس على هيئة كائن حي اسمه البلهارسيا او الديدان المثقوبة، واللي بتقدر تخترق الجسم بكل سهولة. ومرض البلهارسيا يعتبر مرض قاتل لأي إنسان، ومعظم الناس تسمع عنه، وسريع بيكون موجود أكتر في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية. أما في المركز الثاني وبجدارة واستحقاق بيفوز بيه إحنا البشر، احنا بنقتل بعض اكتر من اي حيوان مخلوق على الارض، ده بيخلينا في المرتبة الاولى بين الثدييات اللي بتقتل. احنا سنويا بنكون سبب في وفاة 440 الف بني ادم، وده طبعا بسبب الحروب والتقنيات والاسلحة الحديثة اللي بتخلينا بسهولة نقدر نقتل عدد كبير في وقت صغير، ده غير طبعا التأثير الكبير للانشطة اللي احنا بنعملها واللي بتأثر على العالم كله بسبب تغير المناخ، واللي بيأثر على صحة الإنسان بطرق مختلفة زي تلوث المية والهواء والأكل، واللي احنا برضو بنكون سبب فيه بدرجة كبيرة. نيجي بقى للزعيم والبص الكبير الفتاك اللي محدش يقدر عليه، هو فين؟ مين ده؟ طب يلا بقى اتكل على الله عشان الليلة دي تعدي على خير. شايف انت الناموسة دي او البعوضة دي؟ البعوضة دي بتقتل من 700 ألف لمليون شخص في السنة. ده ايوه زينهم بيه. ده فعلا صغير بس يحير، بس هو بصراحة ما بيكونش قصده يموت حد خالص، هو كل اللي بيعمله بيكون جعان واكلته المفضلة هي الدم، فالراجل بيروح يعزم نفسه على دم سعادتك، وهو قاعد بيمص في دمك وبيتمزج، للأسف بيقع منه شوية حاجات ما ينفعش تقع منه، شوية فيروسات على بكتيريا وطفيليات بتكون منقولة من شخص للتاني وهكذا. وأكتر الأمراض اللي بينقلها وبيسبب فعلا قتل الكثير من البشر على مر التاريخ هو الملاريا، واللي موجودة بصورة كبيرة جدا في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا، فربنا يسترها على الناس كلها. وبكده نكون استعرضنا ليكوا أخطر 10 حيوانات في العالم. لو عجبتك الحلقة دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس، واشوفكوا تاني في فيديو جديد.